اهلا، تفضلي. الله بالخير. تفضلي. والله دكتور انا مشكلتي انه اني قللت اكلي والعب رياضه واشرب هواي مي، بس رغم هاي يعني اماكن تضعف واماكن يعني ما تضعف. اكيد هواية بنات تلعب رياضة ودائما بعد ما تخس تلقي منطقة البطن متراكمة بيها الدهون. فاحنا شنو علاجنا لهذا الشيء؟ اول شيء اهم شيء كثرة الماء. الماء اكبر دايت للانسان، ومع هذا لا تهتمين. اكيد انا راح القي لك حل واقضي على باقي الدهون اللي متراكمة منطقة البطن. دليلي افضل من الدايت الكيميائي اللي يوقع الشعر بعدين ويأذي البشرة. بس احنا شو نسوي؟ نفس الوقت هم مقللين اكل وهم نفس الوقت نمنع السكريات الدهون. يعني مو احنا مثلا نجي وقت العشاء ننطق بيض بالدهن وناكل كله دهون، لا احنا نقلل السكريات ونقلل الدهون حتى نكون افضل. انا قلت ليش ما اضعف ثار من ولا السكريات والدهون بعد ما اكلهم. عندك حق دكتور. ممتاز. اهم شيء تمشين على التعليمات. طبعا راح اسمع كلامك وامشي على كل تعليماتك. تفضل. هسه اللي اطلبه منك الصبح ربع خبزه والظهر ربع خبزه. ربع خبزه الصبح وربع خبزه الظهر. زين دكتور رحم على والديك، هاي اكلها قبل الغداء لو بعد الغداء؟ لا هاي بعد ما تطلعين من هنا. ما فهمت دكتور. ادري منطيش حبايه يعني بعد الاكل دكتور بعد الغداء لا شنو سالفتك انت؟ دكتور انت قلت لي الصبح والظهر، غير اعرف قبل الاكل لو بعد الاكل. اكليها البارحه. البارحه؟ وين المنطق بهذا الكلام؟ يعني شلون اكلها البارحه؟ انت مجنون؟ اذا بقيتي يمي احتمال. هسه ما قلت لي يا دكتور يعني ايش وقت اكلها؟ طلع برا. نعم. يا رب اليوم بوجه منو صبحت؟ صدق كذب. وش عملتي شيء؟ دكتور يعني انت ليش عصبي؟ انا جاي اشوفك يعني انت كلش عصبي. ترى سؤالي منطقي وما بي كل شيء. جاي اقول لك اكلها بعد الاكل يعني بعد الغداء بعد الري، وقلت شنو سالفتك يعني؟ طلعي برا. هاي اهانه وما اقبلها. ادري تطردني قاعده ببيت الخلافه كاني. طلعي برا. طلعي برا. برا برا على كيفك. برا برا برا. طالعين برا. بهذا كرشك كأنك طوبة قريقر. طلعي برا. انا قريقر يا بنت الهبل. برا. لحظة خلنا نتفاهم. ما قلت لي شو وقت تاخذ الربع؟ لا لا صار هدوء. يمكن الله هداه وقعد. ما هو انا لازم اعرف الربع هذا شو وقت اكله. اندق اموت اذا ما اعرف. شنو؟ اول مرة اشوف دكتور كرشه فم المعدة. دكتور حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم.
دكتور على مود اروح بعد، ما قلت لي الربع شو وقت راح اكله. يوصل سلامك.